معكم مراسل جريدة الشاهد ينقل لكم الأحداث مباشرة على جريدة الشاهد. جريدة الشاهد تنقل لكم تعمل لكم نقل المباشر للأحداث. مرحبا بكم على موقعنا www.الشاهد.com. المظاهرة التي انطلقت من أمام المركز المحروق المعروف بالكرم الغربية. المظاهرة يقودها شباب ورجال الثورة بالكرم، وانضم إليهم العديد من الثوار من تونس الكبرى. جريدة الشاهد تؤمن لكم نقل مباشر لمظاهرة رجال الثورة بالكرم. يمكنكم الدخول على الموقع www.الشاهد.com. معكم مراسل الشاهد على عين المكان بالكرم في اتجاه قصر الرئاسة بقرطاج. أعداد غفيرة متجهة لقصر الرئاسة بقرطاج. يبدو أن الزخم الثوري لم يغادر هذا الشباب.
ونفس الحماسة التي كانت في الثورة في القصبة 1 والقصبة 2 نجدها على وجوه هذا الشباب. وما زالت الأعداد غفيرة. على جريدة الشاهد تجدون كل جديد. وباسم الوطن التقينا هنا. عاشت تونس حرة باستقرار. عاشت تونس حرة باستقرار. وعاش شعبها في أمان. وعاش شعبها في أمان. ورددوها قولوا. واهتفوا عيدوا. واهتفوا عيدوا. تونس لنا ولا لغيرنا ولا لغيرها. تونس لنا ولا لغيرها. هذه مظاهرة متجهة إلى قصر الرئاسة بالكرم بخرطاج. ولا للاستعمار ولا للاستعمار. المظاهرة متجهة إلى قصر الرئاسة بالكرم. مطالب المظاهرة إقصاء التجمع من الحياة السياسية وحل الأحزاب المتفرقة عنه. تطالب كذلك بتفعيل أهداف الثورة التي رسمت، وتطالب الحكومة بالتفعيل وبالإسراع وباش تكبس روحها. اكبس يا حكومة اكبس. عضو المكتب التنفيذي. نحن اليوم للحدث هذايا وقع دعوة وسائل الإعلام بما في ذلك الوطنية بالفعل تونس 7. عيطنا لهم باش يجيو وبينا لهم، لا جاو، استجاب وجا سي جميل الدخلاوي. سي جميل الدخلاوي فهمته وحكيت له على المسيرة وعلى أهدافها وعلى أسبابها ومسباتها وعطيته حتى الإتينيرير. يجيني سي جميل الدخلاوي توا وقت اللي تعالت الأصوات ولات تهفت بإسقاط والتصدي للتجمعيين قال لي سامحني مدام أنا مرفق عمومي ما نجمش نغطي مسيرة ترفع مثل هذه الشعارات. سي جميل الدخلاوي يمشيوا القفصة ويغطيوا اعتصامات على باكو حليب، يمشيوا لبلايص اخرى ويغطيوا اعتصامات تنادي بقتل الشعب التونسي. والكلكم تعرفوا ايش قال عدنان الحاجي ويردوه بطل. سي جميل الدخلاوي يعتبر كل ما هو اعتداء على الشرعية، كل ما هو اعتداء على استحقاقات الشعب هذايا واستحقاقات الثورة يعتبروا ديمقراطية. لكن وقت اللي الشعب توا
وخرج وقال لا لعودة التجمعيين، نعم لفتح ملفات الفساد، لا لقرارات بعض القرارات متاع الحكومة اللي ماهاش في محلها، بما في ذلك التصدي للتجمعيين أساسا وفتح ملفات الفساد وتطهير القضاء وملف الشهداء ولينا نحن اللي ضد الديمقراطية. هنا اليوم أنا كنت نتصورها شخصيا مناسبة للمصالحة مع الإعلام التونسي، لكن ما رانا إلا والإعلام التونسي يزيد يبين معناتها كونه ضد إرادة الشعب، ضد خيارات الشعب، وما ينجم يكون كان ضد ما أفرزته الصناديق. الإعلام التونسي ضد الشرعية، نحن ماناش ندافع على الحكومة، نحن ماناش ندافع على الحكومة، ندافع على الشرعية، وجينا اليوم لتصحيح المسار، فزدنا تأكدنا أنه ما عنا ما ينجم الإعلام التونسي كان يكون إعلام متواطئ ضدنا يا شعب، راهو قاعدين يقودوا في حملة شرسة. في تونس فقط تجدون قنوات الاعتصام البنفسجية، في تونس فقط توظيف الإعلام والنقابات لإفشال أول حكومة منتخبة في تونس. في تونس فقط يحدث أن 1400 صحفي وفني وإداري يشتغلون بالبنفسجية الأولى والثانية. ماذا يقدمون؟ ماذا ينتجون؟ كيف تفاعلوا مع الثورة التونسية؟ ما هي البرامج التي اهتمت بثورة الكرامة طيلة سنة ونصف؟ أين الأفلام التسجيلية؟ أين الأفلام الوثائقية التي تبرز أهم محطات الثورة التونسية؟ أين البرامج الحوارية مع الشباب التونسي؟ لماذا الاعتماد فقط على ضيوف لم تتحصل أحزابهم على 1% من أصوات الناخبين، بل وتحصل البعض منهم على أصفار عديدة، وفي المقابل يقع تغييب الأحزاب السياسية التي لها وزن وثقل لدى الرأي العام التونسي. في تونس الاعتصامات تركيبة تونسية لن تجدها في كل المحطات الفضائية. أنت موجود في تونس، إذا شاهد الاعتصامات فقط، وفي تونس فقط. وعلى سبيل المثال وفي برنامج حواري مميز جديد تقطع الكلمة، تسكت مقدم البرنامج، تحتكر الحوار فقط في البنفسجية التونسية. وفي تونس فقط وفي قنواتنا الاعتصامية البنفسجية جوهر بن بارك يطل علينا كل ليلة في الإعلام البنفسجي، وفي المقابل يقع التعتيم على برنامج الحكومة والميزانية التكميلية التي تهم كل أفراد الشعب التونسي. الفنان أو المطرب يخصص له ساعات الحديث في الإعلام التونسي البنفسجي حول برنامجه الفني أو ألبومه الغنائي، ولكن الشركة توظف 2000 عامل ومختص وتجهز 10 طائرات جديدة للمساهمة في اقتصاد البلاد برأس مال ضخم. لا تجد نفس المساحة في الإعلام التونسي البنفسجي الذي أصبح يتلذذ الاعتصامات فقط، إنه إعلام العار، إعلام خالف تعرف فقط تجده في تونس. أين الومضات الإشارية التي تذكر المشاهد بشهداء الوطن وبالثورة التونسية؟ ألم يقولوا لنا أن لدينا مختصون وفنيون أكفاء لا يوجد لهم مثيل في القنوات العالمية؟ أخي التونسي، أختي التونسية، أتشعر أن ثورة الكرامة مهانة بإعلامنا البنفسجي، بل مغيبة وكأنها مضت عليها عشرات السنين؟ لا تتعجب، فإن 1400 فني ومختص وإداري الذين يعملون في قناتنا البنفسجية لهم اهتمامات كثيرة أخرى. هذا ما سوف نتحدث عنه في الأيام القادمة.